أما بالنسبة للضغط العكسي، هنا بقى كلمة السر. الضغط العكسي مش حالة دفاعية، هو رد فعل فوري بيحصل في اللحظة اللي فريقك فيها بيفقد الكورة. يعني الضغط العكسي بيحصل في اللحظة الانتقالية من الهجوم للدفاع. بمجرد ما الكورة تتقطع منك، بدل ما ترجع تدافع بتهجم فورا على اللي قطع الكورة، والهدف بيكون استغلال ارتباك المنافس في الثانية اللي استخلص فيها الكورة، لأنه لسه ما لحقش يفتح الملعب أو يمرر تمريرة صحيحة. القاعدة الذهبية قاعدة الخمس ثواني، لو ما استرجعتش الكورة في ظرف 5 ل7 ثواني بتوقف الضغط وترجع تتمركز دفاعيا. وأشهر مثال للضغط العكسي هو ليفربول. يورجن كلوب هو الأب الروحي لفكرة الجيجن بريسنج. باختصار يا صديقي، الضغط العالي هو إنك تروح للمنافس وهو قاعد في بيته عشان تضايقه. أما الضغط العكسي هو إنك تهجم على الحرامي اللي سرق منك المحفظة في نفس الثانية قبل ما يهرب. الفرق بسيط في اللفظ، بس كبير جدا في شغل المدربين ومحللي الأداء. لو عجبك التحليل ده ما تنساش متابعة، لايك وشير، وقول لي في التعليقات مين أفضل فريق في العالم حاليا بيطبق الضغط العكسي من وجهة نظرك. واشوفكم في فكرة جديدة وفيديو جديد. سلام.